عزيزي المشاهد، من سلسلة قصة وعبرة، نقترح عليكم اليوم قصة من ألف ليلة وليلة، حكاية تجمع بين المغامرة والذكاء، تدور أحداثها في عالم مليء بالأسرار والكنوز. سنتعرف اليوم على قصة علي بابا والأربعين حرامي. فلا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى شفيعنا يوم القيامة، وعلى آله وصحبه أجمعين. في قديم الزمان، وفي مدينة بعيدة، عاش رجلان أخوان، قاسم الثري الذي يملك تجارة واسعة، وعلي بابا الفقير الذي كان يعمل حطابا يقطع الأشجار ليبيع حطبها. ذات يوم، وبينما كان علي بابا يجمع الحطب في الغابة، لمح عن بعد غبارا كثيفا يقترب، فخشي أن يكون قطاع طرق، فتسلق شجرة عالية ليختبئ. شاهد علي بابا مجموعة من الخيالة، يبلغ عددهم 40 رجلا، يتوقفون أمام صخرة ضخمة. ترجل قائد اللصوص ونطق بكلمات سحرية: افتح يا سمسم. انشق باب الصخرة الضخمة عن مغارة واسعة، دخل اللصوص إليها ثم خرجوا بعد قليل، والقائد ينطق بكلمة أخرى: أغلق يا سمسم. فعادت الصخرة لتغلق الباب. نظر علي بابا في دهشة، وانتظر حتى غادر اللصوص المكان. بعد أن تأكد من ذهابهم، نزل علي بابا من الشجرة، وتجرأ ونطق بالكلمة السحرية: افتح يا سمسم. فانفتح الباب العظيم. دخل علي بابا المغارة، ووجد نفسه أمام مشهد لا يصدق. كانت المغارة مليئة بالكنوز والجواهر والذهب والفضة، كلما سرقه اللصوص على مر السنين. أخذ علي بابا ما استطاع حمله من الذهب وعاد إلى منزله الفقير ليشارك زوجته هذا الاكتشاف المذهل. كان علي بابا وزوجته في غاية السعادة، لكنهم أرادوا تقدير كمية الذهب التي حصلوا عليها. فطلبت زوجته ميزانا من أخي علي بابا، قاسم، والذي كان غارقا في ثروته. وضع قاسم قطعة صغيرة من الشمع في قاع الميزان ليعرف ما الذي يزنه علي بابا. وعندما أعاد الميزان، وجد قطعة ذهب ملتصقة به. صدم قاسم واكتشف سر ثروة أخيه. أصر على معرفة السر، وبعد إلحاح شديد أخبره علي بابا بمكان المغارة وكلمة السر. انطلق قاسم مدفوعا بالطمع إلى المغارة. دخلها ونطق افتح يا سمسم. ثم بدأ يجمع الذهب والجواهر بشراهة، لكن الطمع أعمى قاسم، فبعد أن ملأ أكياسه بالذهب، نسي كلمة السر للخروج من المغارة. حاول تذكرها، ولكن دون جدوى. بدأ يصرخ ويبكي داخل المغارة، وهو محاط بالكنوز التي لم تعد تنفعه. ولسوء حظه، عاد اللصوص إلى المغارة في ذلك اليوم. عندما وصل اللصوص ورأوا باب المغارة مفتوحا، عرفوا أن أحدهم قد اكتشف سرهم. دخلوا المغارة فوجدوا قاسم فيها. أحاطوا به واستولوا عليه. عاد اللصوص ليجدوا أنفسهم أمام مشكلة كبيرة: كيف يعثرون على الشخص الذي يعرف سر المغارة؟ قرروا أن ينتقموا من المتطفل ويذهبوا إلى المدينة. قام زعيم اللصوص بوضع علامة سرية مثل حرف إكس على باب منزل علي بابا ليلاً، ليعودوا في اليوم التالي ويقتحموا المنزل. ولكن مرجانة، الخادمة الذكية والشجاعة لعلي بابا، لاحظت العلامة. أدركت الخطر المحدق بسيدها. فماذا فعلت؟ قامت بوضع نفس العلامة إكس على أبواب جميع الجيران في الحي. في صباح اليوم التالي، عاد اللصوص، وكان قائدهم واثقا من خطته. لكنه فوجئ عندما رأى علامة إكس على عشرات الأبواب في الحي. لم يعد يعرف أي بيت هو منزل علي بابا. غضب اللصوص غضبا شديدا، وعادوا أدراجهم بعد فشل. لم يستسلم زعيم اللصوص. بعد فترة، ابتكر خطة جديدة وأكثر خبثا. قام بشراء 40 جرة كبيرة، واحدة منها فقط تحتوي على الزيت، بينما الجرار 39 الأخرى اختبأ بداخلها اللصوص، كل لص في جرة. تنكر زعيم اللصوص في زي تاجر زيت،
وتوجه إلى منزل علي بابا طالبا منه المبيت ليلة واحدة، بحجة أنه قادم من سفر بعيد ويحتاج لمكان آمن لجراره. رحب علي بابا بالتاجر الغريب زعيم اللصوص المتنكر، وقدم له الضيافة، وسمح له بوضع جراره في ساحة منزله. كانت خطة اللصوص هي الخروج من الجرار في منتصف الليل وفتكوا بعلي بابا وعائلته. لكن العناية الإلهية كانت مع علي بابا، ففي وقت متأخر من الليل ذهبت مرجانة الخادمة الذكية إلى الساحة لإحضار بعض الزيت للمصباح، حيث كانت قد نفدت منه. وبينما كانت تمر بجانب الجرار سمعت صوتا خافتا يأتي من إحداها. اقتربت أكثر وسمعت همهمات خافتة، فأدركت أن هناك شيئا مريبا. بذكائها وفطنتها قامت مرجانة بفتح غطاء إحدى الجرار بحذر شديد، لتكتشف أحد اللصوص مختبئا بداخلها. أدركت على الفور الخطر الكبير الذي يحيط بعلي بابا وعائلته. فكرت مرجانة سريعا، وبدلا من أن تثير الضجة ذهبت إلى المطبخ وسخنت كمية كبيرة من الزيت حتى أصبح يغلي. عادت إلى الساحة وبدأت تسكب الزيت المغلي في كل جرة من الجرار 39 التي كان يختبئ بها اللصوص. كانت هذه نهاية اللصوص الذين جاءوا ليفتكوا بعلي بابا. وهكذا بفضل شجاعة وذكاء الخادمة مرجانة تم إنقاذ علي بابا وعائلته من مؤامرة اللصوص 40. كافأ علي بابا مرجانة بسخاء ومنحها حريتها، ثم تزوجت ابنه لاحقا. عاش علي بابا وعائلته في ثراء وسعادة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمك قناتنا بالاشتراك والمتابعة والضغط على زر الإعجاب والنقر على الجرس ليصلكم الجديد والمزيد. وإلى اللقاء مع فيديو آخر من سلسلة قصة وعبرة.